اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نشوف بقى عملت فطار ايه يوم الوقفة. اول حاجة عملتها كنت متبلة فراخ عشان بس ايه وقت الفيديو كده. وتتبيلة الفراخ هتلاقيها عندي على القناة عادي. آه تبلت كده الفراخ وسبتها في التلاجة براحتها قبل الوقفة بيوم كده. وتاني يوم بقى ايه وانا بحضر الفطار كده يوم الوقفة طلعتها وهبدأ بقى احضر الفطار بتاعنا. رصيتها كده في الصينية وايه، والخلطة بقى اللي عندي دي طبعا بحطها عليها عشان هتستوي في الخلطة دي. تمام. وطبعا بعد كده حطيتها على البوتاجاز من فوق كده تغلي كويس جدا، وبعد كده بحطها في الفرن تاخد وش. وساعات برضو بحط الفراخ كده في الفرن ومش بحطها على النار. خلاص، بس انا كنت في اليوم ده كنت متأخرة طبعا في الفطار، فحطيتها بقى على النار على طول. استوت كده، وبعد كده بقى حطيتها في الفرن تاخد الوش بتاعها. بعد كده برضو عملت التسبيكة بتاعة المحشي، والتسبيكة برضو بتاعة المحشي عندي على القناة. خلاص، بعد بقى ما التسبيكة استوت كده كويس، عندي بقى الرز. هبدأ بقى ان انا احط التوابل كده بتاعه المحشي. عندي بابريكا، وعندي فلفل اسود، وبهارات لحمة، وكزبرة ناشفة برضو بحطها. وطبعا بحط برضو توابل بتاعة المحشي، تدي طعم حلو قوي للمحشي. وطبعا بقى مش هنسى كده الملح بتاعنا طبعا. بتبل حلو كده. وكمان لما بيبقى عندي نعناع ناشف بحط رشة، بس انا ما كانش عندي نعناع ناشف صراحة. بدأت بقى ان انا املح. بقول لكم المعالق اللي عندي هنا صغيرة، فمش طبعا ايه، هتحسوا ان الملح كتير بس هو مش كتير. طبعا انا كنت ناسي احط الخلطة بتاعت المحشي، بس حطيتها بعد كده قبل محشي المحشي. ببدأ بس كده ايه اقلب كده، وبعد كده هبدأ بقى انزل بالخلطة بتاعت المحشي اللي عندي بعد ما اتسبكت كويس جدا. حطيت طبعا التوابل بتاعت المحشي بس الكاميرا ما جابتهاش. تمام. واحط بقى شوية زيت كده برضو، بيخلي المحشي مفلفل وحلو قوي. وببدأ ان انا اقلب كده، اخلي بقى التوابل كلها تبقى ايه في الرز بقى والصلصة. خلاص، رجعت هنا تاني بقى كان عندي بقى بتنجان وفلفل. هبدأ بقى ان انا ايه كده احشي المحشي. انا كمان عندي هعمل النهارده ممبار، بس انا ببدأ اول حاجة ان اعمل المحشي، وبعد كده الرز طبعا اللي بيبقى عندي الباقي ببدأ ان انا احشي بيه الممبار زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة بقى ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. برضو كده ايه بوريكوا كده ايه البتنجان كده بحشيه ومش بملى الرز قوي برضو. بالطريقة دي كده. ايوه، شوفوا بقى بوريكوا انا مش بملى الرز كده في البتنجان للاخر، لا بسيب شوية كده. وبرضو ببدأ ان انا اكمل الكمية اللي عندي كلها.
هنا بقى برضو ايه، خلصت كده البتنجان. هبدأ بقى احشي الفلفل اللي عندي. هخلص برضو كده كمية الفلفل اللي عندي برضو. وبرضو الفلفل مش بحشي الرز جامد فيه، برضو بخلي شوية كده ايه، مش مليان قوي يعني. خلاص بقى هنا رصيت بقى كده في الحلة عندي كل كمية المحشي اللي عندي كده. وهبدأ بس ايه اركنها على جنب كده لغاية اما اعمل لها الشوربة. هنا بقى عشان وقت الفيديو برضو الرز اللي اتبقى عندي بتاع الخلطة، عندي الممبار متنضف كويس جدا، وبدأت بقى احشي الممبار اللي عندي بالخلطة الرز اللي اتبقت. هنا بقى كده ايه المحشي كده والممبار. هبدأ بقى ان انا ايه احط كده المرقة للمحشي، وهبدأ بقى ان انا اسلق الممبار. هنا بقى الفراخ طبعا كنت حطيتها على البوتاجاز زي ما قلت لكم، وبعد كده حطيتها في الفرن واخدت بقى التحميرة الحلوة دي. بعد كده بقى خلاص كان الممبار استوى، هبدأ بقى ان انا اقليه. عندي بقى ايه طاسة كده، الصينية يعني عندي حطيت فيها زيت، ويبدأ طبعا الزيت كده يقدح كويس. بعد كده هنزل بقى الممبار، بس مش بنزل بالكمية كلها، بنزل شوية بشوية. خلوا بالكم بقى عشان لا قدر الله هنا الممبار بقى بيعمل طرطشة كده في الزيت، فلازم تخلوا بالكم. هنا بقى ايه بدأ كده ان هو ياخد لون كده ذهبي. وبعد كده بقى هكمل الكمية اللي عندي برضو. وخلاص بقى هنا كان كل حاجة عندي بقت جاهزة. المحشي طبعا غرفته، والممبار بقى بصوا لونه ولا ريحته، ريحة الأكل تحفة بجد. بسم الله ما شاء الله. وكمان بقى الفراخ كده، وحطيت بقى ايه خضرة كده عشان ايه كده ايه التقديم. والشوربة طبعا بتاعتنا، وبعد كده كنت ناسية ان انا احط الليمون، فبعد كده طلعته بقى ايه مع الاكل. بس بسم الله ما شاء الله الاكل عامل ازاي تحفة. وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبس كده يا حبايبي يكون الفيديو بتاعنا انتهى.